مساء الخير متابعينا، ويا أهلا بكم. اليوم راح نسوي وياكم مرقة الباذنجان بالكبة، كبة البرغل اللي نزلت لكم اياها قبل يومين تقريبا. فأتمنى انه تتابعون الفيديو للأخير وتشوفون شلون سويتها. أول شي راح أبدي أقلي الباذنجان. عندي تقريبا 4 حبات باذنجان حجمهم وسط، قطعتهم حلقات وفقط ملحتهم، ما أنقعهم بالمي وأخليهم يذبون السوائل مالتهم، وبعدين أبدي أقليهم. طبعا دا اقليهم بزيت حار، وشوية هالمرة خليته هواي زيت لأني اريد الباذنجان يتحمر، يصير لونه ذهبي، ما اريده يحترق، بس يتحمر من جوا بهذا اللون يصير. ابدي اقلبه على الجهة الثانية. اكيد هذا الشرح للمبتدئات، مو يعرفون يطبخون ومحترفات بالطبخ. من بعد ما اتحمر الباذنجان من الجهتين راح ارفعه واخليه على الورق النشاف حتى ينزل الزيت الزايد اللي بيه. هسه قللت الزيت اللي موجود كان بالطاوة، بقيت فقط شي قليل، وأنزل عليه حبة بصل حجمها وسط، وياها ربع حبة فلفل أخضر. أبدي أقلبهم بالزيت، بس راح أضيف لهم رشة ملح حتى يذبلون، بما أنه الزيت قليل، فالملح يساعدهم أنه يطلعون السوائل اللي بيهم ويذبلون بدون ما يحترقون. بالنسبة للتوابل اللي راح أضيفها، راح أستخدم بهارات الملوية. راح أستخدم بهارات تبسي الباذنجان أو تبسي الباذنجان. راح أضيف تقريبا ملعقتين صغار، يعني أريد أحتفظ الطعم الكبة، ما أريدها تتغير زايد. وأقلب حتى تطلع ريحة البهارات، وبعدين أضيف عليهم معجون طماطة. هنا عندي تقريبا 3 ملاعق كبار من معجون الطماطة، خففتها بكوب من المي، وراح أحمس إلى أن يبدي يغلي المعجون، وبعدين أضيف عليه باقي المكونات. هنا راح أضيف المي. طبعا المي أنا دا أضيفه بدرجة حرارة المطبخ، مي عادي. الكمية تكون حسب الرغبة أو حسب عدد الكبة اللي راح تخلوها، المهم الكبة تتغطى بالمي. هسه راح أترك هاي المكونات حتى تغلي، وأرجع أنزل بيها الباذنجان والكبة. ملاحظة بالنسبة للكبة، أنا ذاك اليوم ذكرت لكم بالفيديو من حضرناها، قلت لكم نقليها ونجمدها، فأني طلعتها من المجمدة ومباشرة راح أنزلها بالمرقة، ما راح أنتظرها تذوب. هنا مثل ما تشوفون بديت أنزل الباذنجان. من بعد ما بدأت تغلي المرق عندي وتقريبا تسبكت، نزلت الكبة، لأنه أنا ما أريد الكبة تظل هواية على النار. إذا خليناها تغلي هواي وتشبع بالمرق فراح تتفلش عندنا. مجرد أنه بالزايد ربع ساعة أو ثلث ساعة تبقى على النار، ووراها تتقدم. لا تخلوها هواي على النار حتى ما تتفلش. هنا مثل ما تشوفون هاي الكبة دا أنزلها وهي جامدة. طبعا بالنسبة للنكهات، أنا مثل ما قلت لكم خليت البهارات مال التبسي. انتو إذا حبيتوا تضيفون غير نكهة، أنا راح أضيف بعد ويا حبة نومي بصرة، أكون مثقبتها من مكانين، تنطي نكهة كلش طيبة لمرقة الباذنجان. وإذا حبيتوا تستغنون عنها همين هذا الشي يكون أكيد حسب الذوق. فأني غسلتها وثقبتها وأنزلها وأخليها تغلي تقريبا مثل ما قلنا ربع ساعة أو ثلث ساعة على نار هادئة، وتصير أكلتنا جاهزة. أكيد راح أسوي وياها التمن المبزول، لأنه أكلتنا متشبعة بالدهون، فما أحب أنه أسوي التمن يعني تطبيق أو بالزيت أو بالدهن، فراح يصير التمن مبزول. وهاي شكل أكلتنا النهائي. شوية هنا التصوير ما كان واضح، والإضاءة مو تمام، كانت مطفية الكهرباء، فأتمنى أنه واضحة عندكم الأكلة. وإذا عجبكم الفيديو أتمنى ما تنسون اللايك، وألتقيكم على خير في فيديوهات جديدة، ومع ألف سلامة.